السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم: حاكمية الإنسان لا تعارض حاكمية الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس المتدينين يطرحون حاكمية الله وحاكمية الإنسان وكأنهما ضدين مختلفين، فالأول فيه العدل والرحمة بما أنه من الله، والثاني فيه الشقاء لأنه من الإنسان. وهذه القسمة الثنائية قسمة جائرة ولا تعارض بينهما. والتيار الأول هو تيار تكفيري لا يرى إلا السواد، فيرى أن كل شيء ينبغي أن يكون حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن دون أن يعطوا برنامجا عمليا لهذا الأمر. فنجد أن هؤلاء المتطرفين كفروا البرلمانات وكفروا كل من يعمل بالقوانين الوضعية، لأنها تضاد كما يرون حكم الله سبحانه وتعالى. هناك تيار تقليدي آخر يرى أن العمل بالبرلمانات والديمقراطية والقوانين الوضعية أنه ينبغي العمل بها من باب الضرورة الملحة، كي لا يتركوا مجالا لغيرهم لأن يأخذ هذه الأماكن، ثم بعد أن يتمكنوا ينقلبوا عليها. أيضا هناك تيار متنور يرى أن هذه القسمة غير عادلة وليست صحيحة بالأساس، لأن حكم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالثوابت وبما حرمه، فما حرمه لا يجوز أن يحله الإنسان أبدا. ويمثل هذه الثوابت مثل تحريم السرقة، تحريم القتل، تحريم الزنا إلى آخره، فهذه ثوابت لا ينبغي أن تمس. وبالتالي عمل الإنسان في حقل المباح الذي هو يمثل حاكمية الإنسان هو امتداد لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عبر حياته حين قيد المباحات. فالمباح مطلق لكن لا يمارس إلا مقيدا، وكل ذلك إما لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر أو حرج عن الناس. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك سمح بزيارتها. أيضا خاطب بعض الأشخاص بنفس المسألة بأجوبة مختلفة، فسئل مرة أي العمل أفضل، فمرة أجاب بر الوالدين، ومرة أجاب الصلاة على وقتها، ومرة أجاب الجهاد في سبيل الله. وجواب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة ليس تناقضا، وإنما هو بحسب حال المخاطب. فمن كان له أبوين كبيرين حثه على برهما، ومن كان فارغ العمل لا عمل عنده حثه على أن يجاهد في سبيل الله، ومن كان مقصرا في صلاته حثه على أن يواظب على صلاته. أيضا نحن في عصرنا هناك أمور كثيرة تتعلق بقوانين التعليم والجمارك والحدود وعشرات المسائل، هذه تحتاج إلى خبراء ومختصين ودراسات وإحصاءات كلها تتكامل، ثم بعد ذلك ترفع في البرلمان، ثم إذا صادق عليها تصبح قانونا ملزما. هذه عينها ما فعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حينما نظم شؤون الناس وعمل لما ينفعهم ودفع عنهم ما يضرهم. أيضا من المسائل التي ممكن أن تناقش في البرلمانات مثلا زواج القربى. فإذا عندي إحصاءات ودراسات أن هذا الزواج يؤدي إلى أمراض وراثية أو إعاقات أو مشاكل معينة، يمكن أن يصدر قانون بمنع زواج القربى أو حتى تعدد الزوجات. أيضا إذا كان هناك إحصاءات تفيد بوجود مشاكل أو أضرار، فمن حق الدولة أن تصدر القانون بمنع ذلك، نقول بمنعه وليس تحريمه، وذلك لتحقيق مصالح الناس ودفع الأضرار عنهم.
إن حاكمية الله باختصار هي دائرة الثوابت، فما أحله الله أو حرمه لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به. أما دائرة حاكمية الإنسان فهي حقل المباح تقييدا وسماحا ومنعا، كما قلنا، بما يدفع الضرر وبما ينفع الناس أو يرفع الحرج عنهم. قد يعترض شخص ويقول إن البرلمانات في أوروبا على سبيل المثال أباحت ما يسمى زواج المثليين، فإذا عندنا مشكلة هنا. فنجيب أن المشكلة ليست في فكرة البرلمان بذاتها، وإنما هي في الفلسفة القائمة في الغرب على الإعلاء من شأن الحريات الفردية، وليس المسألة مسألة برلمانات. وغالبا القوانين التي ستسن في أي بلد إسلامي ستكون منبثقة من عاداته وتقاليده ودينه ونحو ذلك. الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن حاكمية الله سبحانه وتعالى بمعنى المرجعية لله تعالى للعدل والحق والثوابت. أما حاكمية الإنسان فتكون في حقل المباح، وحقل المباح بمعنى أن إدارة الواقع وصناعة القوانين هي تحمل للإنسان لمسؤولياته، وبهذا يلتقي الوحي مع العقل ويتوازن الإيمان مع الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.